اوعى تخلي اي حد يضحك عليك ويكسر فرحتك. افرح، عيش اجمل ايام حياتك واسعد لحظات حياتك. احنا الزمالك. انتوا مين؟ انتوا مين يا جماعة؟ اصداء كبيرة جدا واصداء واسعة لاحتفالات رهيبة. احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا، اقسم بالله اتفشخنا. العيال مسكونا فشخوا لاعيبتنا حرفيا جدا هننزلها لكم كلها، او لوجهة نظري اهم اللحظات القوية قوي اللي فعلا بتعبر عن فرحة الزملكاوية. يعني فرحة في الشوارع، في المراكب النيلية، فرحة خارج مصر في الكافيهات وفي البيوت وفي كل انحاء السوشيال ميديا. عندي في الحقيقة اخبار كتيرة قوي اقدر ادردش فيها مع حضراتكم بتخص نادي الزمالك وتصريحات الكابتن حسين لبيب، وايضا هروب امام عاشور من النادي الاهلي والعقوبات اللي في انتظاره وكم القضايا اللي هو هيواجهها والتحقيق اللي هيتعرض ليه في النادي الاهلي الفترة اللي جاية. يلا بينا نادي الزمالك بيبدع، نادي الزمالك بيتألق. شفت بقى يا اللي قللت من نادي الزمالك؟ تقليلك جه في الحقيقة في ميعاده وفي وقته. اوعى حسك عينك من هنا ورايح تقلل من نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعة نادي تاريخي، محدش يفتكر ان هو بقى لقمة سهلة وطرية قدام النادي الاهلي. لا، خلي بالك، احذر لدغة الزمالك والزملكاوية. انت في حضرة نادي كبير جدا، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين. يعني يا جماعة، يعني الاعجاز في الماتش ده فعلا حضر. يعني اتت العدالة السمائية. ودايما احنا بنجيب كواليس من المباراة. نادي الزمالك بالمناسبة هيعمل فيلم وثائقي عن الفوز بالسوبر. طبعا الفيلم ده اكيد هيكيد الاعداء وهيعمل صدى كبير جدا، وده شيء مهم. ده شيء مهم يا جماعة. انت تعرف ازاي تفرح بانجازاتك، تفرح ببطولاتك. علشان كده مهمكوش اللي هم بيحاولوا يقللوا من عظمة مكسب نادي الزمالك. مكسب كبير جدا، وكل الانتقادات السلبية جت قبل الماتش لصالح نادي الزمالك. ناصر منسي يعني حتى بقى اسمه، فاكرين فيلم اللي هو عن حرب اكتوبر، فيلم المنسي؟ بقى هو ناصر منسي قائد الطلعة الجوية لنادي الزمالك. منسي بقى اسمه الأسطورة، منسي بقى اسمه الأسطورة. التاريخ بيتكتب. وناصر منسي بالمناسبة جاء من بعيد جدا بعد ما كل الناس حتى معظم الزملكاوية شككوا فيه. يشاء السميع العليم ان هو اللي يجيب سوبر القضية. وخلي بالكم، انا ما يهمنيش رأي ناس كتيرة جدا بيقول لك ايه يعني السوبر الافريقي ده، حتى المكافأة بتاعته هزيلة مش زي دوري ابطال افريقيا. ما هو ده امر وارد وطبيعي يا جماعة، لان دي مباراة واحدة فقط، ولكن دي مباراة بتحدد من هو زعيم القارة الافريقية. لان انت كبطل الكونفدرالية هنقول هي يا اخي المسابقة التانية طبعا مش اقوى من دوري الابطال من وجهة نظري بكل تأكيد. انت كسبت بطل دوري ابطال افريقيا، يبقى انت اللي تستاهل تبقى زعيم افريقيا. ده سوبر القرن يا جماعة، وبيتكرر كمان بالمناسبة كل 30 سنة. اخر مرة كان سنة 94 وكانت سوبر قضية الكابتن الكبير ايمن منصور لقب في جوهانسبرغ. صاحب الموهبة الكبير قوي عارفينه طبعا، الكابتن شوبير. جون صاروخي من بره ال 18 من بعيد ما شافهاش شوبير ولا 3 كمان زي الكابتن شوبير كان هيقدروا يصدوها. برضه من بعيد جدا يقدر عمر جابر العالمي. في الحقيقة أداؤه متميز جدا، اللي متابع آخر مباريات ليه بيقدر يقتحم في ال10
الدقايق الاخيره ويباغت الخصم علشان يرفع كوره عرضيه، يقدر ناصر منسي يضحك على ياسر ابراهيم ليسكنها في شباك الشناوي. علشان كده محدش يقدر يقلل يا جماعه من عظمه وتاريخ وقوه نادي الزمالك. اللي كانوا بيقولوا ان نادي الزمالك لا ده لقمه طريه ولقمه سهله، اديكوا شفت بقى لا تعلم من حيث ياتيك نادي الزمالك. انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا بالرجلين. بص قدامك هتبص وراك هتلاقي نادي الزمالك. احنا مش نادي بيراميدز، مع احترامنا طبعا لنادي بيراميدز ولا اي نادي تاني يقدر يقول ان نادي الزمالك صغير او قليل. لعيبه النادي الاهلي يا جماعه ومنهم امام عاشور كان بيحضر احتفالات بالحركه دي مع وسام ابو علي. يعني ايه الجمال ده؟ لعيبه النادي الاهلي بيستهزئوا بنادي الزمالك وبجماهير نادي الزمالك. وبالمناسبه رامي ربيعه اول اللي وقعوا عليه عقوبات داخل النادي الاهلي. لا انت مين؟ الماتش لسه ما خلصش علشان تعمل لنا كده هو ننا هو ننا اهو جت على دماغك يا اخي. لا اقف عندك. ولا تصريحات الكابتن بلال قبل المباراه، ولا تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني، ولا اينو، ولا عمرو الحديدي. كل الاهلاويه بيفكروني بفيلم محمد هنيدي واثق من الفوز. واثق من الفوز يا فندم، خلاص طالما انت واثق من الفوز هتشوف بقى نيران الجحيم. كان يوم اسود بلون تيشيرت نادي الزمالك، البس لهم الاسود اصل بيخافوا منه. كان يوم اسود على كل ظالم، يوم اسود على النادي الاهلي بلون تيشيرت عملاق جدا جدا. وبالمناسبه يعني انا واحد من الناس بتمنى ان التيشيرت يا جماعه فعلا تحفه. يعني ايه الجمال وايه الحلاوه دي؟ ورغم ان هو لونه اسود ولكن كان وشه ابيض بخطين حمر على جماهير نادي الزمالك. نتمنى يعني ان تكون اداره ومجلس اداره نادي الزمالك سريع في موضوع التسويق والدعايه. ده شغل ليه ناسه المتخصصين فيه. كان يا اخي يعني كنت تقدر بسرعه حتى يا اخي لو تاني يوم المباراه تكلم الشركه الراعيه ذات شركه رهيبه جدا. وبنشكر مجلس الاداره على الشركات الراعيه القويه جدا جدا دي. وبالمناسبه الاستاذ هاني شكري اعلن ان في شركه راعيه هتبقى شركه 7 لنادي الزمالك. وهي بقى دي جمال الانتصارات يا جماعه، بتجيب مكسب وبتجيب فوز وبتجيب فلوس علشان تحسن اوضاع الفريق والوضع الصعب المادي جدا جدا اللي فيه الفريق. كنا نتمنى ان الشركه الراعيه تنتج، ليه لا تنتج 10 مليون تيشيرت. عندك محبين في الكويت، عندك محبين في السعوديه الشقيقه، في الامارات الشقيقه، في قطر، في الخليج، في امريكا، في كندا. يا اخي خلي فيه سرعه بديهه شويه كده يا كابتن حسين. بيع تيشيرت مطلوب في الاسواق ونزله هنا في مصر بسعر معقول. يعني تيشيرتات الزمالك اعتقد يعني في الحاله الماديه الصعبه اللي احنا بنمر بيها التيشيرت الاوريجينال ممكن يوصل 1500 جنيه. نزله يا كابتن حسين ب 500 جنيه. يعني سعر عادل ولا هو منخفض قوي ولا طبعا سعر عالي لمشجعين الزمالك اللي يستاهلوا. والله العظيم كل واحد يستاهل تيشيرت شيكابالا، يستاهل تيشيرت زيزو وهو قاعد في بيته. مشجعين نادي الزمالك اللي بالملايين داخل مصر كفاءة بس ان هم يشتروا مش قبل 4-5 مليون تيشيرت، ما بالك بقى الجاليات العربية وفي الخليج. افتح ستورز يا كابتن حسين، عندنا البطولات جاية حتى لو محضرناش نفسنا. ده يعني انذار شديد اللهجة او يعني تنبيه، مش انذار طبعا بالمعنى المفهوم، تنبيه مهم جدا ان الفكرة دي فكرة فعلا خطيرة جدا جدا. قبل حتى السوبر بقى اللي جاي يبقى احنا على استعداد. يعني اول ما نكسب ننزل التيشيرت يبقى خط الانتاج جاهز ب20 مليون تيشيرت، ب50 مليون تيشيرت هيتباع ويقدروا يجيبوا مليارات لنادي الزمالك. دي بس معلومة مهمة جدا جدا في كواليس الحلقة النهاردة. تاني حاجة يا جماعة، الكابتن حسين لبيب اتكلم كلام جريء جدا عجبني مع ابراهيم فايق، كان معاه الاستاذ هاني شكري لما قال انا الاستاذ هاني شكري في ملف يعني ملفات معاه والله انا ما اعرف تفاصيلها. ده معناه
ان نادي الزمالك هيتحول لمؤسسيه، ده اللي احنا بنتمناه يا كابتن حسين. ويا ريت بس التنفيذ من فضلك يبقى اسرع من كده. جماهير نادي الزمالك عشمانه وطمعانه تاخد كل حاجه بسرعه، ويعني توصل للمجد باسرع وقت. فمهم جدا جدا يا كابتن حسين، بس يعني ما يعيب المجلس الحالي البطء احيانا، ايضا عدم الخبرات الاداريه في التعاقدات او في التسويق زي ما كنت بقول لحضراتكم، او حتى على مستوى قطاعات الشباب مهم جدا جدا. والتعاقدات طبعا مع اللاعبين، وحتى علاقتك مع الانديه كلها بترفض يا جماعه تديك لاعبين، وده نتاج في الحقيقه برضو عشان ما نحملهمش فوق طاقتهم، يعني نتاج سنوات من الفساد والاهمال. هو ده اللي سوى يعني علاقات نادي الزمالك بالانديه. عالم الرياضه زيه زي اي عالم ما بيعترفش غير بالقوي وبالعلاقات الجيده. عشان كده بتشوفوا النادي الاهلي بمكالمه تليفون يقدر يقول للنادي ده لا بيع ده وما تبيعش ده. وهو ده يا جماعه اللي يعني يرجعنا في الحديث عن فضيحه وكارثه احمد رمضان بيكهام لاعب الاهلي السابق ولاعب نادي سيراميكا الحالي. الراجل طلع على شاشات التلفزيون وعلى صفحته الشخصيه واتكلم، قال انا اتنصب عليا. تخيلوا، قال انا قلت لنادي سيراميكا كليوباترا ان دي اخر سنه في عقدي، انا عايز اروح نادي الزمالك. قالوا لا، طب تعالى جدد معانا عشان بس النادي يستفيد وتتباع بمبلغ اكبر. وعلى هذا الاساس وافق. جا دلوقتي بيقول لهم خلاص ننفذ بقى الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. قالوا له يعني امك في العش ولا طارت؟ مفيش الكلام ده، مش هنبيعك لنادي الزمالك. النادي الاهلي قال لنا لا. تخيلوا يا جماعه مدى يعني الفساد والشغل العصابات اللي فيها ادارات الانديه. وان شاء الله بعمل لكم حلقات عن الموضوع ده، موضوع خطير جدا جدا. يعني لازم يا جماعه ننتبه احنا فين، بدل ما نصنع احمد رفعت جديد. ما ينفعش الشغل العدم الاحترافي، شغل الهواه، شغل العصابات اللي احنا بنشوفه بيمارس من ضغوطات كبيره جدا على انديه ولاعبين داخل الدوري المصري. يعني حرام طبعا. يعني كانت صدمه كبيره جدا جدا للاعب. ايضا يا جماعه الكابتن حسين لبيب قال سر خطير جدا جدا ويمكن محدش كتير يتكلم عليه في الاعلام، هي اعلاء الناحيه النفسيه للاعبين. بيشتغل على الروح المعنويه العاليه، بيقدر يفرجهم على فيديوهات مهمه جدا جدا قبل اللقاء، فيديوهات حماسيه. طب شوفوا مين اللي بيعمل فيكم كذا، او يعني اغاني وانتصارات نادي الزمالك في السابق. ودي خبرات يا جماعه وموهبه وكاريزما. الراجل مرتبط نفسيا بنادي الزمالك وبيعشق نادي الزمالك. شوفوا كمان كلام مستر جوزيه جوميز عن طريق الكابتن حسين لبيب. قال الراجل جالي قبل المباراه باسبوع، قال له يا كابتن حسين من فضلك سدد مستحقات اللاعبين كلهم بالكامل. حتى انا مش عايز مستحقاتي انا والجهاز اللي معايا دلوقتي، ممكن ناخدها قدام شويه، بس يا ريت تسدد مستحقات اللاعبين كلها وانا هجيب لك البطوله. شايفين يا جماعه الكلام؟ بقول لكم مدرب عبقري، مدرب داهيه. بيبقى عنده بعض السلبيات يا جماعه زي غيره. انا مش هقول لك ان هو عملاق يعني من اللي هم عندهم اساطير في علم التدريب، ولكن في الحقيقه الراجل انا اتوقع له النجاح. كمان عايزين يا مستر جوزيه جوميز حضرتك وكابتن شيكابالا يا شيكو العظيم الاسطوره توعدونا بالدوري. الدوري ده هو المفتاح السحري لحل مشاكل نادي الزمالك بالكامل، وسيعيد كل الامجاد يا جماعه. هو اللي هيقدر يأهلك لدوري بطولة دوري الابطال اللي من خلالها هتقدر تروح كاس العالم للانديه اللي انت كنت اول واحد المفروض تشترك فيه، ولكن سوء الحظ خلاك ما تشتركش فيه. ان شاء الله كل التوفيق الفتره اللي جايه لنادينا الملكي الحبيب. غير ان انت كمان عندك الكونفدراليه وعندك بطوله الكاس وعندك بطوله السوبر المصري لسه هيعلنوا عنها يعني ميعادها بالظبط في شهر 10، هيبقى توقيته في النص الاخير من شهر 10. واعتقد احنا من دلوقتي يا جماعه لازم كلنا نعلي الصوت ونقول هاشتاج عايزين السوبر المصري. السوبر المصري يا جماعه خطير جدا جدا، وان شاء الله هكلمكم في حلقات وعلى مدى اهميته. وانتظروني غدا هتلاقوا فيه حلقات خطيره جدا جدا هبتدي اتكلم فيها عن السوبر المصري
وعن اهميته والدور اللي ممكن يبقى مؤثر فيه في تاريخ نادي الزمالك القادم ان شاء الله رب العالمين. ايضا يا جماعه ماتش ريال مدريد لم يحدد حتى الان، هيبقى ماتش عملاق. عشان كده الكابتن حسين لبيب طلع وقال ايوه انا بشكر المستشار التركي آل الشيخ، انا تحفظي في الحقيقه يعني، ولكن يعني احيانا الرياضه يعني بتقول لك جزء من الود او العلاقات الطيبه، لان فعلا طبعا هتفك ازمات ماليه يا اخي. حتى لا قدر الله اتغلبت من ريال مدريد هتاخد 4 مليون دولار والفائز 6 مليون دولار. وليه لا انت يا زملكاوي يا عظيم ما تكسبش السوبر الافرو اوروبي وتبقى دخلت التاريخ وعوضت على جماهير نادي الزمالك السنين العجاف، واسمك يتكتب يبقى اول فريق افريقي يكسب الافرو اوروبي بطل السوبر الاوروبي ريال مدريد. ما احنا بقى 2 ملك يا جماعه في بعض، الملك المصري والملك الاسباني. فده مهم جدا جدا في الحقيقه، برضو ستجيب عليه الساعات القادمه ان شاء الله رب العالمين. يا رب يعني انظروني في حلقات جديده ان شاء الله رب العالمين. عاش الزمالك العظيم وعاش حبه في قلوبنا. سلام.